على حسب المشروع وعلى حسب احتياجاته. في مشاريع مثلا بتبقى فانكشن بحت، لازم أؤدي وظيفة، دي رقم واحد. المستشفيات، المدارس، المستشفى مثلا، فقسم مثلا أشعة ليه مواصفات خاصة، ليه اشتراطات خاصة، ليه طريقة معينة في المعالجة. الممرات لازم الممرات تكون بعرض معين متر 40 عشان أحط فيها الترولي بتاع السرير، المانوفرنج بتاعه يمين شمال. المصعد عمق معين عشان يحط في السرير. فدي بتفرض عليا ان انا لازم التزم بالمعايير دي في البلان، واعالج الواجهه فيما بعد او اعالج الفراغات التانيه فيما بعد. في مشاريع تانية لا، انا المشروع ده انا عايزه حاجه تكون لاند مارك، فدي مثلا بيبقى الفورم بتاعها هو اللي طاغي اكتر على الفانكشن. طبعا بيتحل، يعني لازم البلان بتاعه يتعمل كويس ويدرس يبقى مناسب، بس في رمزيه المبنى في الاخر مهمه كرسالة ان هي توصل. زي مثلا مديريه امن او مبنى اداري او مبنى حكومي، مهم جدا ان يكون ليه روح او بصمه. يعني مثلا محكمه في مصر، هتلاقي المحكمه عباره عن عمدان وسلالم كتير قوي. اي محكمه، ده ليه؟ عشان لما توصلي فوق تديكي احساس بالرهبه والمكان والخوف، الخشوع اللي في مكان. اول مره اخد بالي بالموضوع ده. ما أنا في معايير كده في مشاريع، لا دي لها رساله، فلازم توصل بشكل معين.